لا جديد. الهلال بطل السوبر على حساب النصر من جديد. قبل ما استرسل في الحديث لازم اوقف هنا شوي عشان ابارك للاصدقاء الهلالية. 1000 مليون تريليون مبروك لكم على هذه البطولة رقم 70 في تاريخ ناديكم. وايضا ما انسى الاصدقاء النصراوية، هارد لك لكم معوضين في الموسم القادم. طيب ايش الاشياء والنقاط اللي اعطت الهلال هذا الانتصار العريض في نهائي بعد ما كان متأخر في الشوط الاول 1-0 قلبها الى 4-1 في 18 دقيقة فقط؟ ايش اللي حصل وليش انهار النصر؟ ما تنسوا ان الصبح كنت اتكلم والستوري ما زال موجود هنا على سنابي انه اللي حيفرق بعض النقاط واهمها الجانب الذهني والجانب البدني، وهذا الامر اللي كان متفوق في الهلال، وفي عدة نقاط اخرى. طيب نتكلم عنها. الفوارق الذهنية بين الفريقين مهولة جدا لمصلحة الهلال. الفوارق البدنية واللياقية باينة ايضا لمصلحة الهلال. اللي حصل في النصر في الشوط الاول جروا كثير وحركوا الكورة ودوروها بشكل سريع جدا. الشوط الثاني بدءا من الدقيقة 55 وقت احراز الهلال هدف التعادل النصر تعطل، وقف ذهنيا بدنيا لياقيا، مش قادرين يجروا. هذا الوقت اللي ابتدى الهلال يرفع الرتم. اذا في فوارق مهولة بين الفريقين على هذا الجانبين. بالاضافة شخصية الفريقين، الهلال يكسب، التحضير للقاء الهلال يكسب، عقلية الانتصارات الهلال ايضا يكسب. الهلال فريق غول ما يشبع من البطولات، الصلاة على النبي وكثرة تحقيقها. لما تشوف الفريقين بيلعبوا ما تشعر انه الهلال هو اللي في الموسم الماضي كان محقق 3 بطولات، بل النصر هو اللي محقق 3 بطولات والهلال في هذا الموسم جاي يرد. خاصة لما نتكلم على الشوط الثاني اللي الهلال اكل فيه النصر حرفيا. وايضا ما ننسى ثقافة البطولات اللي الهلال يملكها من سنوات طويلة والنصر يفتقدها، يجي في موسم ويغيب في 5-6 مواسم او اكثر. الفوارق كبيرة جدا بين الفريقين لو تعدها ما تقدر تحصيها. عشان توصل الى مرحلة الغول الهلالي انت تحتاج عمل لسنوات طويلة جدا. هنيئا لكم يا اصدقائي بهذا الفريق لما نتكلم على الاصدقاء الهلالية. اشيل ودي. سلام.